اليوم الثالث من رمضان المبارك بالمسابقة الدينية وجوائز مالية مقدارها 2,250,000 مقدمة من رجال الخير مالك عبد الغني ثابت الهلالي وخالد صالح الرشيدي. اليوم رحنا في منطقة السويدة، ستكون الأسئلة والمسابقة هنا هذا اليوم. مع المتسابق الأول اسمك؟ صالح بن عثمان. من؟ عثمان سعيد أحمد. عثمان سعيد أحمد. طيب حافظ سورة الأعلى؟ سمعني سورة الأعلى تاخذ جائزة 15,000 ريال. وانت بتخيل الميكروفون يلا. اسم ربك الأعلى ارفع صوتك. الذي فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى وينسى قال يسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد جاء أفلح من زكى وقد خاب من وتذكر اسم ربي فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا إجابة صحيحة ما شاء الله عليه. 15,000 ريال. هذه 15,000 ريال. صفقوا له. مع المتسابق الثاني من المسابقة اليوم الثالث من رمضان. اسمك؟ قاسم ياسر. من؟ شيخ النغيب. طيب يا قاسم أنا بسألك سؤال، اقرأ لي سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس يومئذ تحدث أخبارها فإن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. تسويقها كبيرة. يقراها بشكل سليم بشكل صحيح ويستحق جائزة 15,000 ريال. هذه 15,000 ريال صفقوا. مع السؤال الثالث من اليوم الثالث على التوالي من المسابقة الرمضانية. الاسم؟ أيمن محمد عبد الغوي. يا أيمن بسألك سؤال بسؤالين. من هي أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خديجة. أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت من؟ وهب. آمنة بنت وهب. من هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حليمة من؟ سعدية. حليمة السعدية وإجابة صحيحة برغم أنه مرتبط قليل. تستحق الجائزة 15,000 ريال. وهذه 15,000 ريال صفقونا. مسابقة اليوم الثالث في رمضان. اسمك؟ يوسف زيد. من؟ يوسف زيف نصر النغيب. طيب أنا أسألك سؤال، ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ والسورة التي تسمى عروس القرآن؟ الرحمن. إجابة صحيحة ويستحق الجائزة 15,000 ريال. المتسابق الخامس من اليوم الثالث من رمضان في منطقة الوسطى مع المتسابق أيمن صبري زين النغيب. يا أيمن اقرأ لي سورة الكوثر. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم ما شاء الله وأجاد قراءتها ويستحق الجائزة. نختتم مسابقتنا الرمضانية اليوم الثالث من رمضان هذا اليوم في منطقة الوسطى، وإلى اللقاء يوم غدا في منطقة أخرى.